طيب قلبي عاملين ايه؟ ما تيجي كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونعمل النهارده مع بعض سمك. انا جايبه كيلو سمك فيليه وهعمله معاكم النهارده، وهنعمل معاه شويه رز وشويه سلطه حلوين كده، اكله مغذيه للولاد، واليومين دول في امتحانات، ونعمل لهم حاجه كده كويسه عشان ياكلوها ايه وتعلي ويبقى القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه بالنسبه لهم. انا معايا ايه؟ انا معايا فلفلايه رومي خضراء، ومعايا فلفل احمر، ومعايا ايه معلقه توم، ومعايا ملح، ومعايا كمون، ومعايا كزبره، ومعايا شويه كركم صغيرين قوي، وشويه بابريكا صغيرين قوي. هنضرب الحاجات الجميله دي كلها مع بعض، وطبعا ما ننساش الليمون، ونبدا نحدق السمك مع بعض كده يا جماعه. اهو انا قطعت السمك زي ما انتم شايفين اهو، غسلته كويس وقطعته، وهنزل عليه بقى ايه بمعلقتين من الحوض اللي انا عملته اللي انا وريته لكم، وطبعا حطيت عليه ليمون اهو بس كده. وهنقلب ايه الكلام ده مع السمك كده. هنقلب الحوض اهو في قلب السمك اهو. بصوا اللون بتاعه بقى جميل ازاي اهو. بس كده، وهنسيبه بقى طبعا شويه كده ياخد في الحوض بتاعه، ونبدا ايه نقليه مع بعض. وكده بقى هنعمل رز السمك مع بعض. حطيت البصله وحطيت عليها الزيت، واول ما هتتحمر هبدا انزل عليها بالتوابل وبالميه، وننزل بالرز. خليكم معايا لحد ما نخلص رز السمك مع بعض. البصلايه اهي احمرت قدامكم، هننزل بقى معايا نص كيلو رز. هنزل على البصله اهو. نزلنا بقى بالرز كده، هنقلبه في البصله ونشوحه شويه ونحط عليه التوابل. وكده انا قلبت الرز اهو زي ما انتم شايفين في البصله. هنزل عليه بقى بمعلقه الملح اهي، هننزل ببقيه التوابل. معانا بقى ايه كركم، هنحط شويه كركم اهو. ومعانا بقى شويه بهارات كده، 7 بهارات. هنحط بس ايه حاجه بسيطه خالص اهي، يعني اقل من ربع معلقه. وطبعا البطل بتاعنا النهارده عشان السمك هو الكمون، بردك حوالي ربع معلقه كمون صغيره اهي بس كده. واقلب كل الحاجات دي بقى مع بعض. مش عايزه اقول لكم بقى الريحه حلوه قد ايه. ريحه البصل مع التوابل مع الرز عامل ريحه جميله جدا. اول بقى ما يتشوح كويس هبدا انزل عليه بالميه كده. بعد ما شوحنا الرز كويس اهو مع البصله مع التوابل اللي احنا حطيناها، مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي. هننزل بقى عليه بالميه كده. انا نزلت عليه بالميه اهي، وهقلبه، واول ما يغلي هبدا اوطي عليه بقى، وتاكلي احلى رز سمك. ودلوقتي هنعمل الخلطه اللي هنتبل بيها السمك، او الكفر اللي هنغطي بيه السمك. انا دلوقتي معايا الكريسبي، طبعا انا طحنته شويه عشان هو خشن، ومعايا دقيق، ومعايا ملح وكمون وشويه كركم. هخلط الحاجات دي كلها مع بعض، وهنبدا نقلي السمك سوا. خليكم معايا بقى لحد ما نقلي السمك. كده انا قلبت الكفر اللي هنغطي بيه. طبعا حطينا الكريسبي وحطينا الدقيق وحطيت الملح والكمون والكركم، وضفت كمان معلقه نشا. طبعا السمك اهو زي ما انتم شايفين خد في الحوض بتاعه اهو. هننزل بيه كده، هنغطي كده بالكفر كويس. احنا عايزينه بقى يطلع كريسبي كده عشان الولاد كمان يتبسطوا منه قوي وهم بياكلوا. بصوا انا غطيته كده اهو. هاخد تاني وهعمل وهرجع اغطيه تاني مره اهو كده عشان يمسك اهو كده. انا عملته بالكفر اول مره قدامكم، وطبعا ده الحوض بتاع السمك اهو. انا عصته فيه تاني، وهبدا انزل في الكفر تاني كده. انا عايزه يبقى الكفر بتاعه ماسك، ويبقى حلو كده، وهم بياكلوه يحسوا ان هم بياكلوا زي قطعه البانيه بالظبط كده اهو. بصوا شايفين كده جميل ازاي اهو. هبدا اعمل بقى كل السمك بالطريقه دي. وبعد كده هنجيب بقى زيت غزير ونبدا نقلي فيه. خليكم معايا لحد ما نخلص السمك مع بعض. كده هنبدا نقلي السمك مع بعض اهو. ننزل باول قطعه اهو زي ما انتم شايفين كده. لازم الزيت يكون ايه سخن كويس اهو. مش عايزه اقول لكم بقى هيبقى احلى سمك، والولاد هيتبسطوا منه جدا اهو. نبدا بس كده نبعتهم عن بعض، وهيتقلي بقى واوريكي احلى سمك.
كده يا جماعه انا خلصت السمك قليته اهو زي ما انتم شايفين، وعملنا الرز. وطبعا سلطه الخضار دي لازم منها عشان مفيده للاطفال جدا ومغذيه ليهم. وطبعا انا كل سنه وانتم طيبين، انا صايمه فمش هعرف ادوق حاجه، فبنتي عايزه تدوق قدامكم وتقول لكم ايه رايها بصراحه. يلا دوقي. فبصوا يا جماعه، بصوا بصوا من جوه عامل ازاي. بصوا طعمه تحفه بجد يا جماعه، التتبيله تحفه وباينه فيه. حتى السمكه من جوه عامله ازاي. بصوا والرز حلو جدا. التوابل بتاعته حلوه جدا وطعمه حلو جدا وشكله احلى طبعا. وما نتكلمش عن السمك طبعا، انتوا شايفين طبعا الدخان، شايفين التوابل اللي جوه عامله ازاي. بصوا وبس كده. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.